السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايز اقول لك انك مهما هتسمع عن امريكا ومهما الناس هتقولوا لك، هتلاقي عادي جدا ان انت ممكن تتفرج على فيديو تحس ان امريكا دي ان هي ب 60 نيله، وتتفرج على فيديو تاني تحس ان امريكا دي جنه وجميله. فخليك فاهم ان الموضوع كله لازم تشغل فيه دماغك شويه. عادي جدا ممكن واحد يبعت لك فيديو عن مثلا الاحتفاليه بتاعه الشواذ اللي كانت من كام يوم، وتقول ايه ده امريكا كلها كده، ده مش عارف ايه، ومحدش فاهم حاجه، ومحدش فاهم حاجه. فيقول لك ايه ده امريكا كلها كده ومش عارف ايه. تاني يوم مثلا تتفرج على الفيديو بتاع صلاه العيد اللي انا نزلته، هتقول ايه ده؟ طب ما هي بلد اسلاميه وجميله اهي، وفيها جاليه عربيه كبيره واسلاميه كبيره وبلا بلا بلا، وعادي يعني عادي، فاهم؟ زي ما في جوامع وناس بتتجمع عشان تصلي، في كنايس وبرضه ناس بتتجمع وبتصلي. وفي برضه قوانين وقواعد في البلد هنا ان عندهم اعياد انت مش بتاعتك. يعني معلش، يعني الثانكس جيفن، انت مالك انت مال ثانكس جيفن عشان تروح تجيب تركي فيه اللي هو ده، وتقوم جاي ذبح وقاعد واكل وبتاع؟ عشان انت هتلاقي حاجات هنا غريبه. انت هتلاقي هنا مثلا العرب اللي عايشين هنا بيحتفلوا بنفس الاحتفالات اللي الامريكان بيحتفلوا بيها. تسالني ازاي وليه؟ ما تفهمش والله العظيم. لو سالت نص المصريين الامريكان اللي عايشين هنا انتوا بتحتفلوا بالعيد ده ليه، والله العظيم ثلاثه ضحك. يعني مثلا يقول لك ايه، فورس اوف جولاي ده جاي دلوقتي مثلا انا بفهمك عشان تبقى انت مستوعب انا بتكلم ازاي. فورس اوف جولاي ده عيد عندهم هنا، البلد كلها بتاخد اجازه وبيفرقعوا صواريخ. فاللي بتلاقيه بقى ايه؟ بتلاقي شويه مصريين ما عندهمش اي نوع من انواع الفهم، للاسف ضئيل جدا، اهوج، بيقوم جايب صواريخ زيهم ومفرقع يا ابني انت بتفرقع ليه؟ هو في ايه؟ انت فاهم بتعمل ده ليه؟ فيقول لك عيد الاستقلال ده الاندبندنت داي بتاعنا، اللي هو عيد الاستقلال الامريكي اصلا، يعني عيد الاستقلال الامريكي. يعني انت فاهم انا بتكلم؟ والله العظيم حاجه تضحك. فالناس اللي هنا مش هتفيدك والله العظيم. مش كل اللي بيسافر يقدر يتكلم في السفر، لان غصب عنه هو مش عالم. يعني اللي بيتكلموا في السفر غالبا بيبقى عندهم تجارب كتيره جدا وناس كتيره جدا بيتحط في مواقف، بتحكي مواقفهم فانت بتتعلم منها. لكن في واحد مثلا ممكن يسافر بكره تلاقيه بيعمل فيديوهات. طب ازاي؟ ما ينفعش يعني، تضحكش على نفسك، فاهم قصدي؟ فانت ممكن تتفرج على فيديو عادي جدا يقول ان امريكا جميله، ممكن تتفرج على فيديو تاني يقول ان امريكا وحشه. فاحكم العقل، حكم عقلك في الموضوع، وحاول تفكر بالفيجن الصح. وهي بيقول لك مثلا ايه المثل اللي بيقول لو كان في خير ما كانش رمات طير، صح؟ طيب الناس بقى اللي بتيجي هنا كلها ما بتقعد مهما كان بتقعد. وجيت قلت لها طب انزلوا مصر او انزلوا البلد اللي انت جاي منها عامه، ايا كان البلد هي ايه، هتلاقيهم حصل لهم في لسانهم لاج كده، لاج في لسانهم، ما يردوش. يا اما لو هو رد هيقول لك لا انزل فين يا عم وبتاع. طبيعي، لان هو عارف ان في حاجه هنا كويسه، وعارف ان الدنيا هنا احسن بكتير، وعارف انك هنا هتعرف تعمل فلوس، وعارف انك هنا هتعرف تبني مستقبل، وعارف انك هتعرف لو تشتغل اي شغلانه هتعرف تشتري بديها اي حاجه انت عايزها. ولا في سبب كتير في انك تعمل فلوس ب100,000 طريقه، وتحس ان البلد هبله عادي، يعني ممكن تعمل كل الكلام ده. eventually او من الاخر يعني، البلد يا جماعه تستاهل تيجي، رغم ان انت هتشوف فيديوهات بتقول لك لا البلد وحشه، ورغم ان انت ممكن تشوف مش عارف ايه. لا، البلد تستاهل انك تيجي، وتستاهل انك تيجي وتجرب التجربه دي وتشوفها. بنات صغيرين بيجوا لوحدهم وبيتعاملوا الحمد لله، رجاله كبار وصغيرين وشباب برضه بيسافروا بيعرفوا يتعاملوا وكل حاجه الحمد لله تمام معاهم. ممكن الناس تتعسف شويه في الاول، لو ملهاش حد. زي في ناس الحمد لله بيعملوا خير فربنا بيقف معاهم. ناس بتيجي ما تعرفش منين، بتلاقيهم قابلوا حد وحلل لهم الكرب بتاعهم، عشان ربنا يعني يفك لك كربك ان شاء الله بعدين. فدول ناس اتعسفت شويه لان هي ما كانتش عارفه رايحه منين وجايه منين، فالحمد لله ربنا وقف لها ولاد الحلال اللي يساعدوهم او يساعدوك. الطبيعي انك بتبقى عارف مظبط دنيتك وجاي ان شاء الله على خير ومفيش اي مشاكل. ومش يعني حتى لو اتسوحت لازم تبقى عارف انك لازم تفايت، وان مفيش حاجه سهله، وانت محتاج ان انت تتعب شويه عشان تقف على رجلك، تمام؟ لحد ما ربنا يكرمك وتقف على رجلك. ده طبيعي يعني، طبيعه الحياه لاول واحد يجي هنا لاول مره، يعني طبيعي واحد بيسافر لمكان تاني، كالتشرز تانيه، بلد تانيه ولغه تانيه وحاجات كتيره جدا، كل حاجه جديده عليك، فطبيعي انك تتبهدل في الاول. ولكن في ناس يعني ايه
حظهم يبقى كويس جدا، بس ما شاء الله لما بييجوا على طول بيلاقوا شغل بفلوس كويسه جدا، وبيلاقوا سكن في مكان جميل جدا وهكذا يعني. تمام. بس فدي كانت بس بسيطه كده، عشان الناس كلها الفتره اللي فاتت بتقول لي يا جاكسون الحق، هو ايه العيد ده؟ هو البلد كلها ماشيه كده؟ هم كلهم كده ماشيين اللي هو بيتكلموا يعني على الشواذ. ولكن لازم تبقى انت متفاهم ان هم عندهم اعياد زي ما هم ما بيحتفلوش مثلا بعيد الاضحى احنا اللي بنحتفل بيه، او رمضان مثلا، فهم عندهم اعياد مخصصه ليهم وتبعهم، فطبيعي جدا ان برضه يبقى عندهم ناس بيطلعوا بيحتفلوا وهكذا. ف يعني لازم انت تتقبل ده ومالكش دعوه بيهم، يعني لكم دينكم ولي دين، ايا كان بقى انت مسيحي مسلم، كل واحد يا باشا في دينه عادي جدا، حبايب قرايب اخوات والدنيا جميله، وهتفهم ده اكتر لما تيجي هنا. وعايز اقول لك ان العالم كله بقى مصريين والله العظيم، يعني انت لو سافرت اي حته في العالم دلوقتي هتلاقيه مليان بالعرب والمسلمين سوري والمصريين، فيعني فطبيعي يعني طبيعي، فخرجوا منها سالمين امنين. ونشوفكم على خير يا جماعه في فيديو جديد ان شاء الله. انا بس حبيت اقول لكم الكلمتين دول عشان تفهم انت القصه ماشيه ازاي، عشان في ناس بتبعت لي الفيديو ده كتير بتقول لي يا جاكسون ايه ده الحق ومش الحق. لا يا جماعه لازم نحترم الاعياد بتاعتهم زي ما انت بتحترم الاعياد، زي ما هم بيحترموا الاعياد بتاعتنا، زي ما انت بتطلع تحتفل فهم ليهم عيد بيطلعوا يحتفلوا بيه، وده مش حاجه كل يوم ولا حاجه، لا ده عيد اليوم بتاع العيد بتاعهم بس مش اكتر. اشوفكم على خير ان شاء الله. الناس اللي بتسال يا جماعه محتاجين نعمل فلوجز كتيره، زي لو انت دخلت على الفيديوهات بتاعتي من 2016 اعتقد هتلاقي ان الفيديوهات كلها كانت فلوجز بس محدش بيشوفها، وكانت بتاخد مجهود كبير جدا ومتعبه جدا، وانا نفسي اقول لكم حاجات كتيره جدا وما كنتش عارف اعمل ايه. فلو ربنا اكرم ان شاء الله، والفيديو بتاع صلاه العيد اللي انا صورته ان شاء الله يعني جاب نتيجه. There's 5-minute congestion on Belt Parkway in 1 mile. You are still on the fastest route. مش عارف الماب بتتكلم، مش انا ماشي على الماب بس. بقول لكم لو ربنا اكرم ان شاء الله والفيديو عمل انتراكتيف كويس والناس يعني عايزه تشوف ده فعلا، ممكن نرجع نعمله تاني مفيش اي مشاكل ان شاء الله يعني. فاشوفكم على خير فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو الاخير بتاع مصطفى الحسيني وعامه العيد ده يكون شفتوا حاجه كويسه عن امريكا، وده حاجات مش هتلاقيها كتيره في ولايات كتيره، حاجه بتحسسك بالعيد بجد. فكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون فيديو خفيف كده وتكونوا اتبسطتوا منه يعني. يلا لو حد عنده اي سؤال بقى ممكن يساله في الكومنتس تحت. وبس يا سيدي الجروب فانت اكيد عرفتوا خلاص بتخشوا ازاي. الانستجرام بتاعي نفس الاسم بتاع اليوتيوب بس لازقين في بعض، في كلمه اشتراك كده دوس عليها خلال مثلا 4 ايام ولا حاجه. الناس عشان ده اول الشهر فالدنيا بتبقى مقلوبه شويه، بيشوف مين بيطلع ومين بيخش. الناس اللي مشتركه يا جماعه الله يكرمكم، يعني فعلوا الاشتراك علشان الناس هتبعت فهتطلع ناس، فيعني بلاش. بس ما شاء الله كوميونتي كبير، ولما كله بيجي هنا بنعرف نساعد بعض كويس. وهي ولا حاجه والله، دي مش فلوس يعني، فانت لما تيجي تفهم الكلام ده كويس. بس فاشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وربنا يكرمكم يا رب باذن الله. يلا السلام عليكم.